السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبتدي الفيديو هنصلي على الرسول. انا عامله لكم وصفه حلوه جدا جدا جدا، يعني وصفه للناس اللي بتعمل دايت. على فكره ممكن تعملها، بس ممكن تستبدل اللبن اللي هو كامل الدسم بلبن خالي الدسم. ولو ان انتي في الدايت بتبقي محتاجه برضو يعني لبن ممكن يكون كامل الدسم، وممكن تستغني عن العيش وتاكليها كده. احنا عاملين وصفة حلوة قوي، كرنبيط بالبشاميل. بصوا هنا انا كنت خبزت الصينية وكانوا ولادي واقفين معايا وانا بقطعها. هما بيحبوا الاكلة دي قوي، يعني من الوصفات اللي بيحبوها اكلة الكرنبيط، مكرونة بشاميل. بس انا بشوف ان الكرنبيط صحي اكتر على فكرة يعني. بصوا احنا معانا طبعا كرنبيطة حلوة كده جميلة بنت ناس كده. انا طبعا قطعتها وغسلتها كويس وحطيت بهارات في الحلة. ايه البهارات اللي انا حطيتها؟ حطيت كاري، حطيت شعرة من الكمون، حطيت ماجي، حطيت ملح، وبسلقه هنا. دلوقتي على فكرة في محلات الخضري بيبقى الكرنبيط بالكيلو. انت ممكن يعني الوصفة دي لو انت جبتي كيلو كرنبيط وعملتيه في صينية صغيرة، يعني وارد مش كل البيت عندك تعجبه. يعني انا عاملة صينية حجمها كبير لان ولادي كلهم متفقين عليه وبيحبوه يعني. هنا طبعا في حلة تانية حطيت معلقة زبدة وحبة زيت، ونزلت ب3 معالق دقيق وحمرتهم. طبعا المضرب السلك ده حلو قوي في الناس اللي هي بتعمل بشاميل عشان الدقيق ما يكلكعش منك يعني. تمام. وهنا ببتدي ان انا اطلع الكرنبيط بياخد 4 دقايق بس تسوية. انتي طلعيه لانك انتي بمجرد ما بتحطيه يعني حاولي تبعديه عن بعض علشان برضو ما ينهريش منك، ويفضل ان انتي تحطيه في مصفى عشان برضو يصفي المية بتاعته. بصوا جميل، انا بحب الكرنبيط جدا لدرجة ان انا وانا بعمله كده انا اصلا كنت باكله. حطينا طبعا اللبن وحطينا البهارات على البشاميل، وهي فلفل اسمر وملح وماجي. هنا قلبت بقى القوام بتاعه كويس قوي وجميل. في طاسة بقى طبعا هنعصج اللحمة، برضو زيت وزبدة. الدهون دي بقى حسب ما انتي اللي يعني انتي لو عايزة الحاجة تبقى دهونها قليلة قللي المادة الدهنية. حطيت على اللحمة فلفل اسمر، مرقة فورية، ملح، ونص معلقة شاي صغيرة قرفة. على فكرة انتي مش هتحسي بيها بس هي بتضيع اي ريحة للحمة. بس انا هنا حطيتها، هي باينة في الكاميرا ان هي يعني كتير، بس هي مش كتير، لا هي نص معلقة صغيرة من معالق الشاي. انا بحبسي انا لاحظي ان انا فرفرت اللحمة كويس في المادة الدهنية والبهارات، ولسه ما حطيتش البصل. معلش يا جماعة انا اسفة، هتلاقوا البصل بتاعي بعافية شوية وهتلاقيه متقطع كويس يعني كبير شوية لان الكبة عملتها معايا وباظت. بس الحمد لله. هنا بقطع الكرنبيط. طبعا قطعي انت ممكن تفرميه، بس لو فرمتيه يعني لو هرستيه هيقلب معاكي بطاطس بوريه. انت قطعيه حتت صغيرة. وشلت هنا كنت انا برضو حاطه ورقة لورا في قلب العصاج، انا شلتها وفرمت الكرنبيط تقطيع صغير جدا حطيته على العصاج. حطيت حبة بشاميل، حطيته بعد كده في صينية مدهونة. لو ولادك ما بيحبوش الكرنبيط افرميه فرم ناعم، مش هيحسوا بطعمه على فكرة. طعم البشاميل الكريمي هيداري عليه، يعني هيداري على طعمه. حطينا هنا البشاميل. والله يا جماعة كانت صينية جميلة جدا وقمر. هنا حطيت جبنة موزاريلا، انت ممكن تحطي شيدر، شوفي ولادك بيحبوا ايه وانت ممكن تحطها لهم، او تزودي لهم جبن في البشاميل. طبعا كان طعمها جميل جميل جميل.